هذيك كما تتشوفوا دابا راه ماشي حلوه لاكريم، هي غير الكيك اللي درتها ودرت حاولت نبارطاجي معكم مره اخرى. الكريمه، هذا الكيك بواحد الطريقه سهله وسريعه صراحه، بالزربه توجديها. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لك ان الكيك ما تطلعش ليا، ما تجينيش منفوخه، وخا تجي منفوخه ملي تنخرجها تتفش. انا جبت لكم البنات هاد الكيكه زوينه تطلع، ما تتفش ما تتهبطش ولو تخرجيها من الفران. كونوا على يقين، تبعوني وما تزابيوش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الزوينين، هنا غادي نبارطاجي معكم الكيكه اللي عندهم مشكل مع الكيكه والكريمه اللي كنت ديجا بارطاجيتها معكم. اولا قاديت المول، قاديته هو الاول حطو. هنايا غادي ناخذ شلاك زانه، ركزوا على ماشي يوغورت، شلاك زانه مع 3 البيضات. غادي نصايبوا واحد الكيكه اللي سريعه التحضير. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله ديال الكيكه تيقول لك ما تطلعش لينا، تخرج منفوخه ومن بعد تتفش، هنايا جبت لكم واحد الطريقه البنات العيالات كل وحده تدير الكيكه وتتهبط ليها. انا جبت لكم هاد الطريقه باش ما تبقاش تهبط وغتطلع لكم كبيره وتقدروا تفرقوها حتى من الوسط. هنا خديت اليوغورت ضربت عفوا شلاك زانه ضربته مزيان كي تتشوفوا، ولكن حاجه وحده يكون في الثلاجه شويه بارد. درت عليه 3 البيضات وضربتهم مزيان، وهذه هي الكيكه اللي تتباع مخلطه مقاده مصايبه. انت تديري شلاك زانه على 3 البيضات تضربيهم، من بعد تديري هذا الخليط وتضربي مزيان. البنات ها نتوما شوفوا، تضربوا بالمولينكس ديالكم ولا بالضرب الكهربائي حتى تتلين وتتولي بحال الخيط. الا ما ضربتيهاش راه ما توليش بحال الخيط من طبيعه الحال. والكيكه الا ما كانتش بحال الخيط تترسم لك الخيط، يعني ما غاديش تطلع. هنايا كي تشوفوا خوتي بالزربه وجدات، شديت انايا المول ديالي اللي كنت ديجا وجدته، واخا انا دايره الورق الفور، حاولت ندهنه بالزبده والجناب ديالهم ندهنو بالزبده وندير عليه الدقيق الجناب ماشي القاع، لان القاع ديجا دايره عليه الكاغيط ديال البابيه ديال الفرن. وخويت عليه الكيك ديالنا ودخلته الفران. لهذا على ديك الفران قبل ملي تتوجدي الكيكه انت شعل الفران على درجه 180 وخليه شاعل، وملي ديريها على 150. هنا خوتي البنات ها انتو غادي نبارطاجي معكم. لقيت هذا المول هذا اللي تيقطع ليا الكيكه مقاده ولا الطورطه، حيت انا تندير الطورطه ديال عيد الميلاد وهذاك الشيء تلقى فيها مشكل. كنت ديجا شريت المنشار ديالهم، ولكن واخا هي ما تجينيش مقاده صراحه. انا نلقى هذه تتبع خديتها بالزربه. ها انتم شوفوا يعني على شحال من طبقه فيها، شي 6 ولا شحال ديال التقطيعات على الكيكه اللي كانت عاليه. ومعها حتى هذا الموس ديالها، هذا راه لقيتو فيها زوين، وحاولت نبارطاجيها معكم البنات باش تشوفوا. وحاجه وحده راها تتزاد تتنقص تولي صغيره وتتكبر تتولي كبيره. صراحه تتقطع الكيكه ولا الجينواز تتقطعها مقاده. انا جربتها في الجينواز وجربتها في الكيكه وطلعت لي مقاده، وقطعت لي الكيكه مقاده ما تجيش عوجه شي رقيق وجهه عاليه وجهه هابطه. ولهذا حاولت نبارطاجيها معكم البنات. كي تشوفوا شتيها بزاف تقطع تتجي زوينه البنات، قسما بالله تتجي زوينه. وحاولت نبارطاجيها معكم على ذكر انا ديما تنبارطاجي معكم اي حاجه زدتها واي حاجه خديتها تنبارطاجيها معكم باش كلنا نستافدوا. انايا راني تنزيد تنحاول نحلها، شتوها تتحل تتزاد وتتزيد بحال الشكل تاع المولات الاخرين. هنا الكيكه ديالي راه خرجتها وحطيتها بردات حتى تبرد، عاد غادي نقطعها قدامكم. عمركم ما تقطعوا الكيكه وهي سخونه، دائما الكيكه تتقطع وهي بارده. حيت انا الكيكه ديجا درتها بالفران وخرجتها وبردات وحطيتها تبرد. وحال نبارطاجي معكم هذا المول. راه هاد الكيكه البنات تتوجد في الزربه، شتي هاد الموس ديالها راه تيخرج حتى للجهه الاخرى، شتي شحال كبير تيخرج حتى للجهه الاخرى، تيقطع لكم الكيكه ولا الجينواز مقاد. هنا هاد الكيكه درتها نتوما كي تشوفوا طلعت غزاله محمره فنه ولا وشهوه منها البنات. صافي هنا غادي نقطعها. ها نتوما تشوفوا كي تيخرج الموس حتى للجهه الاخرى.
الا لقيتوها خذوها. شتي دابا كي قطعت ليا الكيكه عباد الله قطعتهم قاد وغزال. صافي انا حطيتها تبرد البنات. ملي قطعتها قلبتها وحطيتها في واحد الجهه اخرى باش تبرد ليا، ماشي في الثلاجه، تبرد ليا. هنا خديت شلاكزانه، وها نتوما الكريمه اللي كنت ديجا بارطاجيتها معكم المره قبل ديال الكريم. هنا عاوتاني غادي نعاودها لان البنات قال لك تطيح ليهم. حاولت نعاودها لكم البنات، راه ما تطيحش، كونوا على يقين راه ما تطيحش. درت هاد الكريمه اللي كنت ديجا بارطاجيتها معكم ودرت عليها واحد النكهه ديال الفريز. نتوما غديروا النكهه اللي بغيتوها. نتوما شوفوا عباد الله راه ما تيطيحش، ها ما تيطيحش، ولكن ضربيه مزيان بالمولينكس بالضرب الكهربائي. ها نتوما شوفوا انا ما سرعتش الفيديو هنايا، خليته عادي. شوفوا شحال قاصح، شتي؟ شوفوا ها نتوما شوفوا حاجه وحده غديري عليه شويه البلاستيك من الفوق وتحطيه في الثلاجه شويه يعقد وعاد غتبدا تستعملي. صافي خديت الكاس هنايا وخديت هنايا البوش ديالي، غادي نعمرو وغادي نزوق هذيك الكيكه طريقه عشوائيه عاديه غير باش تشوفوا نتوما. غير درتها لكم باش تشوفوا الكريمه راه ما تطيحش عباد الله. راه انا عرفتي نفعاتني كنت نديرو بكريم شانتيو بالحليب الصراحه حتى هو ما تيطيحش، ولكن تيبقى يومين بحال هكا يومين. اللي خليتي برا صافي تيخسر لك، كون على يقين. ولكن الا درتي في الثلاجه تيبقى. اما هذا الا بتفت برا راه ما تيطيحش. صافي الكيكه خديتها انا غادي ندير لها الكريمه عشوائي كي تشوفوا هنايا، غير باش تشوفوا راه تتجي من الداخل وتتجي حتى بالنسبه للتزيين. غير تنبارطاجي معكم الطريقه ديال الكريم وطريقه ديال الكيكه اللي لقيتها جديده باش نتوما تستافدوا منها. صافي طريقه عشوائيه غادي ندير الكيكه من الوسط وغندير الطرف الفوقاني اللي تقطع ليا مقاد البنات. شوفوا كي داير مقاد بهذاك المنشار الجديد اللي خديته. صافي غادي ندهن هنايا من الفوق حتى شويه بالكريمه باش تشوفوا نتوما باش نبارطاجي معكم كلشي. درت عليها واحد شويه شكلاط شعريه من الفوق غير باش ندير الكريمه من الفوق وتشوفوا حتى نتوما بانها ما تطيحش. نمسحوا شويه هنايا نحيدوا داك الشكلاط الشعريه اللي طاح لينا. وها نتوما البنات هنا غادي نديرو من الفوق على ودكم. هنا غادي نعاودوا من الفوق نطلعوا شويه نعليه شويه وراه ما غاديش يطيح. تيبقى في الفورمه ديالو البنات، تيبقى في الفورمه. اكيد اللي غجربتوه غادي يعجبكم. اللي جرباتو اي متابعه جرباتو ترد عليا. هذه راه غير كيكه ماشي حلوات لاكريم. المهم باش تعرفوا نتوما تتجي غزاله وزوينه البنات، والله العظيم تتجي زوينه. وعلى ديك الكيكه راه حتى هذيك الكيكه السريعه تنقول لها انا الكيكه السريعه تتجي رائعه واعره صراحه زوينه. البنات المتابعين الغزالين خوتي حاولوا تجربوها راه تتجي فيها زوينه وغزاله. تنشكركم اخوتي على هذه المتابعه وتنشكركم على اللايكات ديالي، جزاكم الله خيرا. هنا قربنا على نهايه الفيديو، ولكن قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشجعوني، ديروا لي واحد اللايك والاشتراك. صراحه تنتشجع ملي تبارطاجيو معايا كلشي وتديروا معايا تعطوني الصراحه الشجاعه باش نعاود نبارطاجي معكم ونقلب على شي حاجه اللي سهله باش نتوما تنفعوا بها. هانتوما البنات اخوتي كيفاش جاتكم الكيكه عشوائيه، ولكن غير الكريمه والكيكه باش تشوفوها كيفاش تطلع سريعه. الكريمه راه ما تطيحش. الغزالات ديالي لحقنا على نهايه الفيديو. شكرا على المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وحيويه جديده ونشاط جديد. تنحبق عليكم وتنبغيكم. مع السلامه. وتخيت أختك شهاني والله ما بحالك سلطان ولا يشابهك إنساني.